شكرا آية. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا إلى النشرة الاقتصادية. افتتح وزير الصناعة والتجارة الدكتور شبيب عماري بحضور وزير الاقتصاد الفلسطيني الدكتور جواد ناجي معرض الصناعات الفلسطينية الذي يقام في مدينة الحسين الرياضية ويستمر لمدة 4 أيام، وذلك بمشاركة 55 شركة من الضفة الغربية وقطاع غزة. يأتي هذا في الوقت الذي بدأت فيه الاجتماعات الثنائية الاقتصادية بين البلدين لتفعيل الاتفاقيات التجارية بينهما. معرض الصناعات الفلسطينية في عمان يسعى القائمون عليه لتعزيز أواصر التعاون الاقتصادي بين الأردن وفلسطين، وبما ينعكس على التنمية الاقتصادية والاجتماعية لكلا الطرفين، حيث إن هناك فرصا كبيرة للمنتجات الفلسطينية في الأردن وكذلك الأردنية في فلسطين. وقد أشاد اتحاد الغرف التجارية والصناعية والزراعية في فلسطين بالدعم الأردني لهذا النشاط الاقتصادي في عمان. ما شاهدته حتى الآن من إنتاج مصانع فلسطينية حقيقة يدعوني إلى دعوة إخواني الأردنيين جميعا لزيارة هذا المعرض ليتعرفوا إلى الجهد الفلسطيني في تحسين حياة الفلسطينيين وفي تشغيل أبنائهم، فهذا عنصر قوة لتحقيق الأمل العربي والفلسطيني بدولة فلسطينية مستقلة إن شاء الله. يشكل هذا المعرض قناة من القنوات التي تساعد القطاع الخاص الفلسطيني على إبرام اتفاقيات تجارية مع المستوردين في الأردن، وكذلك الترويج للمنتج الوطني الفلسطيني ليس فقط في السوق الأردني وإنما في بقية الأسواق العربية. أتوجه بعظيم الشكر والتقدير والامتنان للشعب الأردني الشقيق ملكا وحكومة وشعبا على كل ما قدموه من تسهيلات لإنجاح هذه المناسبة. وبالنسبة للأردن الشقيق بهمنا أنه يكون سوق إن في حصة للتكامل الاقتصادي، لأنه نحن شعب تقريبا واحد. ويضم المعرض صناعات بلاستيكية وغذائية وحرفية، بالإضافة إلى الصناعات الكيماوية والنسيجية وتكنولوجيا المعلومات. ويستمر المعرض على مدى 4 أيام في مدينة الحسين الرياضية. هذا الحقيقة يعكس الحقيقة توجيهات جلالة الملك بدعم الاقتصاد الفلسطيني ودعم الإخوة الفلسطينيين في كل المجالات. التبادل التجاري حجمه حوالي 121 مليون دولار، لكن هنالك قدرات للصناعة الأردنية لتصدير أضعاف هذه المبالغ. نأمل من خلال مثل هذه المعارض أنه يكون هنالك زيادة في حجم التبادل التجاري. هذا المعرض يضم أكثر من 50 شركة من المناطق الفلسطينية من كل الوطن ومن قطاع غزة، فنحن نعتبر وجودنا في الأردن وعلى أرض هذا المعرض أننا نحن وأنتم في قلب واحد. من جانب آخر، ترأس وزير الصناعات والتجارة الدكتور شبيب عماري ونظيره الفلسطيني جلسة المباحثات الاقتصادية بين البلدين التي تسعى إلى مراجعة الاتفاقيات الثنائية وسبل تفعيل التبادل التجاري بين البلدين. للأسف الشديد العلاقة التجارية ما بين الأردن وفلسطين علاقة متواضعة جدا، ونأمل بالمستقبل القريب خلال هذه الاتفاقيات وخلال تفعيل الاتفاقيات، ليس فقط الاتفاقيات ولكن تفعيل الاتفاقيات، وخلال وجود المعارض وخلال عرض المنتج الفلسطيني إلى التاجر والمستورد الأردني، أن نوثق هذه العلاقات. ونأمل من إخواننا الفلسطينيين أن يستعمل الأردن بوابة عبور لتصدير بضائعهم إلى الدول العربية الشقيقة وإلى العالم أجمع. محمد العويمر، التلفزيون الأردني.